مرحبا بكم مشاهدينا في قناة دقة المعلومة. حلقتنا اليوم تقرير دولي. أنبوب غازي سيجعل الجزائر بطارية أوروبا الجديدة. ولكن قبل البدء في المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. قال تقرير لموقع متخصص في الطاقات المتجددة أن مشروع أنبوب الغاز الثاني بين الجزائر وإيطاليا غازي، والذي سينقل مستقبلا الهيدروجين نحو أوروبا، سيجعل من الجزائر بطارية حقيقية للقارة العجوز. ونشر موقع ريفوليسيون إنرجيتيك تقريرا حول المشروع جاء فيه أنه بقيادة سوناترا كويني الإيطالية سيمتد مشروع غازي عبر أكثر من 837 كيلومتر، منها 565 كيلومتر عبر البحر الأبيض المتوسط و272 كيلومتر على اليابسة، وستبلغ كلفته مبدئيا 2.5 مليار دولار. علما أن الاتحاد الأوروبي سبق أن منح خلال دراسة أولى أجريت عام 2009 قرابة 120 مليون يورو كمساعدات للمشروع. وأوضح التقرير أن إعادة تفعيل مشروع الخط كان بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأخيرة إلى الجزائر، والتي كانت فرصة للطرفين لإعلان الانخراط ولأول مرة في قضية الهيدروجين. وأوضح أن خط الأنابيب هذا وهو الثاني بين البلدين بطاقة 8 إلى 10 مليار متر مكعب سينقل بالإضافة إلى الغاز والأمونيا الهيدروجين. ومع ذلك في الوقت الحالي لا نعرف سوى القليل عن القدرات الحقيقية لهذه الصناعة الجديدة في بلد كرس وقتا طويلا لتصدير الوقود الأحفوري. وحسب التقرير تبدو الجزائر في وضع جيد لإنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأزرق من الغاز الأحفوري مع احتجاز الكربون وتخزينه، وذلك بتكاليف تنافسية للغاية ما قيمته من 3 إلى 6 يورو للكيلوغرام في أوروبا. ووفقا للتقديرات الأولية فإن مشروع تصدير الهيدروجين نحو أوروبا عبر خط أنابيب غاز غازي سيمكن الجزائر بحلول عام 2030 من تغطية حوالي 25% من واردات الهيدروجين المستقبلية من أوروبا. سيؤدي هذا إلى ترسيخ مكانتها كمورد مستدام لأوروبا لمختلف الطاقات الغاز والهيدروجين والكهرباء، ويمكن أن يجعلها بطارية القارة. وفق التقرير لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق المصدر الشروق. شارك هذا الفيديو مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو للأخير، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أعمالنا.